السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون الجميع في أحسن حال. الفاتحة ركن في الصلاة، ده كلام مهم. الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. بس ركن إيه؟ قولي، مش ركن عملي. هتفرق في جزئية إن شاء الله نبينها في وقتها. ركن في الصلاة بس ركن قولي. الفاتحة زي ما احنا عارفين 7 آيات، فيهم آية يقول الله عز وجل فيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. في الاسم الموصول الذين، في الاسم الموصول الذين، كام حد بيقول الذين اللي هي فيها حرف الذال؟ حرف الذال اللي شبه الدال ده وعليه نقطة، حرف الذال بتنطقه زاي، زهرة. كلمة زهرة أولها حرف اللي هو شبه الراء وعليه نقطة، ازاي؟ معروف. ففي ناس كتير جدا بتقول الذين بالذال، الذين بالزين أو الزاي. لو انت بدلت حرف الذال بالزين أو الزاي يبقى انت بدلت حرف في كلمة، فالكلمة تبقى غلط. وكلمة غلط في الآية تبقى الآية غلط. وآية غلط في الفاتحة اللي هي ركن في الصلاة تبقى الفاتحة غلط. تسقط الفاتحة، وإذا سقطت الفاتحة ركن في الصلاة تبطل الصلاة. كل ده من حرف الذال في الاسم الموصول اللي هو الذين، لو بدلتها بالزاي أو الزين، حرف الزاي، هيبقى ملهاش معنى. مفيش كلمة في اللغة العربية كلها مفيش كلمة اسمها الذين بالزاي، مفيش، وملهاش معنى. مفيش كلمة في كل اللغة العربية اسمها الذين. فيبقى انت كده تبدل حرفا في كتاب الله، مسؤولية في منتهى الخطورة. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. الله عز وجل يقول: لو بدلت حرف في القرآن الكريم أنت تفتري على الله الكذب. الحرف ده لو اتبدل، نحب نأكد على مسألة ان انت لو بتبدله بعد ما عرفت المعلومة قاصد تبطل صلاتك. حاول مع نفسك بقى، طب ايه اللي يترتب على ان احنا ما ينفعش نبدل الذين ونقولها الذين؟ يترتب على ذلك ان انت تحاول مرة واثنين وعشرة و1000 مرة علشان تنطق الحرف صح، علشان الفاتحة تخرج بإذن الله صحيحة. ما توقعش نفسك في إشكال ان الفاتحة تبطل، فتبطل بذلك الصلاة كله. صراط الذين، عود نفسك عليها، وقول لزوجتك وقول لابنك ولبنتك، أولادك الصغيرين يكبروا عليها زي ما احنا كبرنا سنين في عمرنا بنقولها الذين، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى أذن وتعلمنا انها ما ينفعش نقولها إلا الذين. تطلع لسانك نسبيا خارج الثنايا الأمامية يسيرا علشان تنطق الحرف صح. وفي حرفين كمان ان شاء الله هنتكلم عليهم في المقطع القادم، ولكن على الأقل في هذه الحلقة نأكد على قل الذين بحرف الذال وليس الذين، صراط الذين أنعمت عليهم. والحمد لله رب العالمين.